هو حقيقي ان ساديو ماني رايح النادي الاهلي في موسم كاس العالم للانديه؟ طب هل ده صحيح ولا لا؟ والناس كتير طلعت على الاخبار قالت ان ساديو ماني وهدية تركي الشيخ. لكن خلينا بس بالعقل كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، لكن ده مش عقل تماما. العقل ما يقولش ان في لاعب هيطلع 6 شهور اعاره بغرض انه يلعب كاس العالم عشان يمشي. ما هو ده مش عقل. ده مش العقل تماما ما يقولش. لكن اللي هيحصل ان هو النادي الاهلي هيخش عادي بالقائمه بتاعته مع اللعيبه اللي هتيجي في الانتقالات الصيفيه للنادي الاهلي، وكل فريق هيخش كده. لكن تيجي تقول لي ان النادي الاهلي هيجيب ساديو ماني عشان يخش قائمة الفريق في كأس العالم عشان حتى الأهلي يكسب كأس العالم؟ فأنا ما أعتقدش. لأن النادي الأهلي عارف كويس جدا إن هو داخل كأس العالم ده، إن هو مش داخل على البطولة، لكن هو داخل ياخد مركز، لأن أنت داخل معاك عتاولة زي ريال مدريد، مانشستر سيتي، وكمان معظم الأندية العالمية جدا في العالم. خلينا واخدين وعارفين ان النادي الاهلي اصلا عنده سكواد كويس جدا ان هو يخش كاس العالم ويلعب مباراته مستريح زي ما كان بيلعب الموسم الماضيه. كان بيقدم مردود كويس جدا وكان بيطلع مركز تالت وتاني. لكن ساديو ماني مش جاي النادي الاهلي.